سامع قرآن المغرب. شكلنا هنفطر في الشارع. ما حد يزقلنا بعصير. تعالي بقى. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ احنا ضعنا يا باشا. ضعنا. هنلاقيه يصحى مع بعض. هنشقلبها، مش هنقول لهم على الحقيقة. كمي اكل كنافه؟ لا مش فارقة والله ما فارقة. نسمي واحدة الهبودة والتانية الكنوفة. كيفكم طيبين؟ ان شاء الله تبقوا رايقين. النهارده قررنا ان احنا نعمل حاجة حلوة لأول مرة في المطبخ. لا ومش بس كده كمان، ده احنا هناخدها ونروح لأهلنا يجربوها. هنشوف رد فعلهم ايه وربنا يستر. يا رب تعجبهم. يا رب. احنا اصلا عمرنا ما عملنا حلويات قبل كده خالص. زوزو عمرها ما جربت حلويات في المطبخ، فانا قلت لها لازم نعمل حاجه جديده. ايوه. فاحنا قررنا نعمل النهارده وفي رمضان وقبل الفطار مفيش بساعه ونص، فربنا يستر. ربنا يسترها. يلا بينا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان عايزين نوصل كام؟ 10,000 سبسكرايبر قبل رمضان ما يخلص. ايوه سهله يعني، هتعملوها ان شاء الله. ان شاء الله. فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات رايكم ايه في الكنافه اللي لسه ما عملناهاش دي. يلا بينا نبدا. يلا بسرعه. يلا بينا. يلا يا زوزو، يلا يا زوزو، عشان ايه؟ لا وقت لدينا. مفيش وقت. احنا عايزين نعمل حلويات في وقت ضايع. احنا على طول كده ليه؟ واحنا ليه على طول كده؟ ما اعرفش الوقت جري ولا لمحته. بس هقعدك في ايه بقى معلش يعني؟ بص احنا عندنا حاجات كتير عايزه تتعمل، بس ثانكس جاد انا عملت العسل. ثانكس جاد؟ اه الحمد لله. الحمد لله. النبي عربي يعني. ان انا عملت الشربات. ماشي، عشان ده اول حاجه عشان ده لازم يبرد. تمام. فانا عملته. فدلوقتي احنا عايزين نعمل الكريمه اللي هتتحشي بيها الكنافه، وعايزين نعمل الكنافه. اوكي نبدا بالكريمه الاول. ماشي. عشان دي لازم برضو تبرد قبل ما تتحط على الكنافه. هي دي كريمه كنافه مكتوب عليها، مرسوم عليها كنافه؟ هي مكتوب عليها كريمه حشو بالقشطه للحلويات الشرقيه والغربيه. وريها لهم كده اهي. ماشي. بس طبعا انت عارف هنعمل لازم التاتش بتاعنا. لازم التاتش بتاعنا ده لبن. مش هقول لك على حاجه مهمه جدا. اللي هي ايه؟ ان احنا لازم نختار اسم للكنافه دي. حاجه من الاسامي اللي هي الجديده دي. مش هي في الشقلوبه والدلوعه زي القشطوطه والحاجات دي. ممكن نسميها ايه؟ الكنوفه. الكنوفه ممكن، او ممكن تبقى الكنوفه الهبوده عشان احنا مش عارفين فبنهبد. الهبوده بس ممكن حلوه. ماشي. احنا هنعمل نوعين كنافه. ماشي. نسمي واحده الهبوده والتانيه الكنوفه. ماشي. حلوين كده. حلو. اتفقنا. يلا. طب شوفي انا عايزاني اعمل ايه معاكي؟ نخلط دي في الكبه. جبنا الكبه نوصلها. قولوا لنا انتوا بقى يا جماعه، انتوا بتحبوا تشتروا من بره حلويات ولا تعملوها في البيت؟ عشان بصراحه حوار الشراء من بره ده بقى دلوقتي مكلف، والحاجات اصلا بقى فيها عك كتير هبد كده. واقول لك على حاجه، ممكن يبقى في البيت برضو مكلف. يعني ممكن التكلفه دي اللي احنا صارفينها تبوظ. احنا ما ندفعش فلوس بره، بس ندفع اضعافها جوه البيت. بس اسمنا ان احنا وفرنا. الفكره كمان ان احنا عايزين نعملها في البيت. ليه؟ عشان ندوق اهلنا الحاجه اللي احنا عاملينها بايدينا وتشوفوا رد فعلهم. ربنا يستر. ربنا يستر. رد فعلهم ده عشان احنا اول مره نجرب فيهم واحنا ما بنعملش حلويات. احنا ما قلناش في الحلويات اصلا. ايوه. مش مهم. ماشي ان شاء الله هتطلع حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. حط بقى الكنافه في البتاع على طول. بس حبه حبه يعني احط مثلا 2 كده. افتح كده. خلينا بدات تتهري صح؟ هي دي حلوه. احنا عايزين نوصل لكله كده. احنا لازم نفك الشلبكه دي. الشلبكه. خلاص ماشي. انا ممكن افك الشلبكه. احنا اول مره في حياتنا ندخل الكنافه كده، هي لسه مش مستويه البيت. احنا مش عارفين اصلا احنا بنعمل ايه، بس احنا ماشيين على الخطوات. لا ان شاء الله هتظبط. ماشي. انا هساعدك وهقعد افككها كده، وانت بقى ايه اخلطها كلها. عملت دي ايه كده؟ تفتكر هتنجح؟ ان شاء الله. سامعيني؟ احنا بس الفكره ان احنا لقينا نوعين. انا لقيت نوعين وانا بشتري الكنافه. كنافه بلدي، كنافه اللي هي معرفش اسمها افرنجي ولا ايه، اللي هي البلدي دي اللي هي بتتعمل الراجل بيعملها بايده. الثانيه الافرنجي اللي بتتعمل بمكنه. ايوه. مكنه هي اللي بتعمل بقى الكنافه. فهو الراجل قال لي عايز ده ولا ده؟ قلت له مش عارف. البلدي يوك. هات كنافه، هات الكنافه بتاعتنا. دي ايه بقى؟ دي البلدي. دي البلدي. انا مش فاكر كانت امي اصلا كانت بتعمل لنا الكنافه بلدي ولا التاني، ما اعرفش. انا ما كنتش بسالها. الاقي كنافه معموله بعد الاكل بعد الفطار. انا عليا ادوق اكل كنافه اقول حلو ولا لا. اهم من الشغل ضبط الشغل. انا بعمل دلوقتي كده كريمه. عايزين نعمل الكنافه طبقات. طبقه كنافه. هو عمل حاجه؟ حسيت ان في حاجه غريبه. كملي يا زوزو اللي انت بتقوليه، ما تفصليش الناس. والله حسيت ان انت ورايا، بس ماشي. عايزين نعمل طبقه كنافه وطبقه كريمه، وبعد كده ايه فاكهه بقى.
حلو. الفاكهه برضو جميله، بتبقى جميله الفاكهه. انت صايم بقى انت ونيتك، ماليش دعوه. لا انا قصدي بعد يعني الفطار. انا قصدي ان انت صايم، انت ممكن لو بتشتغلني بقى ربنا لا 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 لا، ما اقدرش يا زوزو والله. يسامحك حبيبتي يعني. بقى. بص احنا بنهبط دلوقتي في الكريمه، هي المفروض في حاجه كده تتعمل، احنا رحنا زودنا عليها حاجه تانية من عندنا، عملنا ميكس ما بين وصفتين. تاتش بتاعك لازم نحط التاتش. لازم احط التاتش. احنا عملنا الكريمه او نص جزء منها يعني، المفروض دي بقى نسيبها تبرد. ماشي، وبعد كده ايه الخطوه اللي جايه؟ ان احنا نحمر بقى الكنافه، وبعد كده نجمع بقى كل الحاجات على بعض. حلو ده، دي شغلتي بقى دي. ماشي. التجميع دي بتاعت انا. انا اصلا كنت شغال في التجميع قبل كده. اي هبد وخلاص، بس ماشي يلا بينا. ماشي خلاص. والان مع المفاجاه الكبرى. على هادي على هادي يا زوزو، على هادي. حاضر. هننزل بان احنا نحمر الكنافه، احنا عشان ننجز المفروض نقعد نحمر حبه كده، بس لا عشان لا وقت لدينا، الساعه 4:15، احنا مفروض نلبس وننزل عشان احنا النهارده معزومين في بيت العيله. في بيت العيله، هناخد لهم معانا بقى الحلويات دي علشان ايه؟ عشان نشوف يا رب تعجبهم. بس هنشوف هيعزمونا السنه الجايه ولا لنا نفطروا في بيتكم عشان انتوا عملتوا لنا قرف السنه اللي فاتت. لا لا لا، عيب يا زوزو. اهلنا برضه هيجاملونا. تفتكر هيقول الحقيقه ولا لا؟ هيقولوا ولو طلعت وحشه هيجاملونا؟ هم كده اصلا ما بيجاملوناش في اي حاجه. ممكن بقى انت تقطع الفراوله، ايه رايك؟ حلو ده. نجيب الفراوله والقطاعه، سكينه، بسم الله. انت عايزها ترنشات صح؟ لا الكبير قطعه مكعبات صغيره عشان ده اللي هنحطه في النص. اللي شكله حلو سيبه ده، عشان سيبه زي ما هو شكله حلو. يعني هتعملي له ايه؟ بطاقه؟ شكله ابن ناس يعني الفراوله شكلها حلو. ماشي، هنزين بيه يعني. بص كده المكعب ده، بص دول حلو. حلو قوي. انا عشان فنان والله. ما بحبش اشكر في نفسي، بس يعني عندي كده لمسات شيف. انا بفكر ان انا اقدم الموسم اللي جاي في توب شيف. ايه رايك؟ هتدعميني؟ طبعا بجد طبعا. إيه طيبه قوي يا زوزو، من كل قلبي والله. زوجة صالحة. ايوه طبعا. الصراحه يا جماعه انا هدعمه عشان سبب مهم جدا، ان هو هيقعد اسبوعين في السعوديه. احمدك رب واشكر فضلك. قاعده لوحدي في البيت. ازاي اللي انت بقى فعلا عايزه تعالي بقى؟ احنا في رمضان. بالسكينه. هي الكنافه ما بتتحمرش ليه؟ لا زوزو، انا حاطط امل كبير قوي على الكنافه. فبالله عليكي ما تلزمنيش. طيب بقول لك ايه، انت تعمليها كلها فراوله ولا في اجزاء حاجات ثانيه؟ لا هنعمل واحده بالبندق واحده بالبندق. يا عيني على البندق، هو ده الكلام. المفروض بالبيستاشيو، بس احنا ما عندناش لا، موت البيستاشيو دي لسه ما وصلتلناش. احنا عندنا الوان لونها اخضر، ممكن نحط على البندق كان وماله، نحط جرجير. هو بصراحه انت ايه رايك في الحوار الحلويات اللي بتطلع جديده دي؟ هي كلها نفس الطعم ونفس المكونات. هي بس ده كده عشان يبيعوا المقلوبه ومعوجه والمعدوله والحاجات كلها حاجات كده اسامي غريبه. ايوه دي كلها عشان الماركتينج. احنا هنعمل ايه بقى؟ الهبوده والكنوفه. الكنوفه مش راضيه تتحمر. الكنافه قصدي. طب والعمل ايه؟ نحطها نقول لهم دي الجديد. لا ازاي يعني؟ 2 hours later. ايه رايكم في لبسنا؟ لبس انتوا لسه ما شفتوش يا احمد، هتشوفوه. احنا غيرنا، قلنا نستفاد بالوقت عقبال ما الحاجه تبرد. حمرنا الكنافه وحطيت لها شويه عسل، لان انا كنت عامله العسل ده وحطاه اللي هو الشربات ده وحطاه في الثلاجه. احمد قطع الفراوله تحفه الحمد لله. وضربت الكريم شانتيه كده وطحنا بندق. ودلوقتي مستنيين الكريمه بس المفروض تبرد يعني، بس هي ما بردتش واحنا ما عندناش وقت حرفيا، لازم ننزل. فاحنا هنلاقيها مع بعض. شقلب وقلب يعني. نجيب معلقه وهنحط ده على ده، ربنا يستر بس ان هي ما تبقاش سخنه قوي، ان هي يحصل ايه بقى؟ تسيل الكريم شانتيه يعني. بجد؟ هما كانوا بيقولوا كده. بص انا بتكلم بثقه كأن عارف هيحصل ايه. يعني كل التعب اللي احنا تعبناه ده هيروح على الفاضي؟ لا ان شاء الله يعني تبقى حلوه. يا مالها لزلزت كده. لا ان شاء الله تظبط يا زوزو. يلا بس نصب الحاجه علشان عايزين نتكل على الله. عايز اوريكم بقى الاوتفيت بتاعي. زي ما زوزو كده وريتكم هي لابسه يعني حاجه كده بسيطه يعني. ايوه السيمبل منه يعني. اوفر سايز بقى.
يلا بس عشان ايه الوقت بيضيع مننا، شكلنا هنفطر في الشارع. ايوه والله فننجز. مش ناقصه مرقعه. يلا اللحظه الحاسمه. زي ما قلنا لكم كده احنا هنعمل 2 كنافه، واحده بالفراوله وواحده بالبندق، عشان لو ايه محدش بيحب الفراوله او حد عنده حساسيه. في ناس عندها حساسيه فعلا. هي جميله بصراحه الفراوله، ما يتقالهاش لا. بس احنا نسينا نقول لكم حاجه برضه لازم ما نخبيهاش عليكم. دي نص الكنافه بس اللي احنا حمرناها، ما حمرناش التانية عشان ما فيش وقت، هتاخد مننا وقت واحنا ما عندناش وقت، قعدت تاخد اكتر ما احنا متوقعين يعني. انا متفائله ان شاء الله ان شاء الله، عشان معموله زي ما قلنا ايه بحب. اول حاجه بس انا مش متفائل ان احنا هنفطر في الشارع في البيت. في البيت يعني مش هنفطر هناك. لا ان شاء الله نلحق ان شاء الله. يا اما حد يزق لنا بعصير في وشنا. عايز بقول لك نعمل انهي الفراوله. مش فارقه والله ما فارقه. عايزين نمشي بس. طب هنحط شويه شربات بس كده ايه عشان تبقى مسكره. انتوا بتكتبوا لنا ايه الحلويات الشرقيه اللي انتوا بتحبوها في رمضان؟ انا بصراحه بحب الكنافه وعليها قشطه، او ممكن بالمكسرات وعليها حته قشطه كده. على فكره طب ما هي دي نفس الفكره. بس الثانيه قشطه بقى يعني. دي قشطه دي قشطه بتاعت ايجيبت. ودي ننزل بقى بالفراوله. خلاص قررنا ان دي اللي هتبقى فراوله، او ما قررناش اللي جه في وشنا. بالظبط، مفيش وقت للقرارات. بس عليك شويه تقطيعه فراوله. لا عيب عليكي، بس هي فعلا اللايرز بتاعتها حلوه قوي. ده لسه كمان اصبر بقى لما كده، وبعد كده لسه في الاخر وش كنافه. احنا كنا المفروض في وش فراوله في الاخر، بس هي الصينيه شكلها صغير. مش هتكفي. خلاص هو حلو كده زي الفل. لو كفت هنعملها، ما كفتش خلاص ماشي. ودي بقى البندق. حلو برضو البندق، جميل. البندق بيليق مع الكنافه قوي والبسبوسه بقى والحاجات دي. يكون اكل كنافه؟ لا ماشي. احنا عايزين نبدا نحط الكنافه كده ان شاء الله تعجب. هتظبط ان شاء الله. طب يلا عشان الساعه 5:05. اعمل ايه طيب؟ قول لي اعمل ايه، ما انا بجري اهو. ما توترنيش. هنفطر على مائدة رحمن انا متاكد. ما توترنيش يا محمد. صح، تحيه لخالته ميري في كاليفورنيا، عشان انا وعدتها ان انا هسلم عليها، متابعينا، وقلت لها هسلم عليكي في الفيديو الجاي. ماشي يلا نحط الثانيه بقى. يلا يا باشا. هي دي اعلى من دي صح شويه. حسيت بكده. كانت المفروض تبقى العكس. لا عادي بقى خلاص. نعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. صحيح. ممكن والله نعمل لها وش فراوله. وش فراوله ولا وش كريمه؟ وش كريمه ممكن، وعليها حتتين فراوله كده عشان تبان بس ان هي دي فراوله. ايوه. الفكره هنشيلهم ازاي؟ مش عارف. فكر بقى عشان انا خلاص مهمتي هتخلص اول ما اخلص الرص. دي مشكله. انت بقى فعلا هتفكر ازاي هنشيلها. النقل والمشال. مش عارفه اغطيها كلها، فانا هسيبها كده. ليه هتيجي كلها. هات انا اعملها. تعال. ايوه الفاينل تاتش بقى. لازم. اعمل ايه طيب؟ بس ربنا يخليني ليكم. كان نفسنا نعملها بالبيستاشيو والله، بس فرصه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. بصي بقى الشغل بقى. بصي لازم بقى الحتت اللي جوه دي ايه تعمليها كده بحرفيه، مش اي هبد والسلام. ما هي دي اسمها الهبوده. ايوه دي الهبوده. ودي الكنوفه. ولا ممكن نسميها حاجه بالفراوله، ممكن نحط عشان دي فراوله. احنا معانا وقت واحنا في الطريق نفكر، نقول لهم احنا جبنا لكم كذا وكذا. هنشتغلهم. مش عارف. نقول لهم ان احنا جايبينها لكم من بره. جايبينها لكم جاهزه. مش هنقول لهم على الحقيقه. ايوه كده وكده يعني. روبي كت يا ابني. عايزين بنتمرقع اقسم بالله، وهنضيع وهناكل. احنا ضيعنا يا باشا. ضيعنا الساعه 5 واحنا لسه ما اتحركناش، والمغرب 6 إلا 5 صح. يلا كل سنه وانتم طيبين. ايوه يا رحمن بقى الفاينل تاتش. تعالوا طبعا معايا بس. ايوه يا فنان. بص الحط اصلا ليه بروسيس يعني، مش اي حط والسلام. هيستعينوا بيك في بلبن بقى. لا احنا مقاطعين اصلا الحاجات دي عشان هو مزعلنا، عشان هو بيعمل حاجات بصراحه مش حلوه. عنصري. يلا بقى ادخل على الفراوله عشان الوقت بيروح مني. انا سامع قرآن المغرب ولسه احنا رايحين مشوار ساعه. هو ينفع نمشي بيها كده في الشارع؟ مش هنعرف نغلفها. ما اعتقدش. يا صح احنا هنغلفها ازاي؟ والله مش عارفه بجد، ما فكرناش في الحوار ده. انا خايف. لا حلو بصراحه. شكلها جامد ان شاء الله. طعمها يبقى حلو كده بقى. اكيد هيطلع حلو. يلا بينا بسرعه بقى. يلا عشان نجرب. يلا حوده. يلا بسم الله يا جماعه. بسم الله. يلا كلكم. ايوه يلا دوق. جميل قوي. ايه الاخبار؟ جميله جدا.
طب ايه تقييم كم من 10؟ كم من 10؟ 15 من 10 بالله عليك. كحف بجد. خش يا ندى ما تعمليش فيها ان انت محترمه. بس المعالق دي بتموت قوي. داخله بالمعلقه كبيره يعني. شوف التصوير. كام دول؟ ايه يا عم عصام؟ عم عصام ايه الاخبار؟ لا حلوه جميله. بالله عليك انت ما دقتهاش اصلا. انت ما دقتهاش. مش من حلاوتها مش عارف احط. يلا يا عم عصام تمام تسلم ايدك. جرب كده. لا حلو. ايه ده؟ مش عايزك تطلع. يلا سلام. ايه الاخبار؟ لا بجد ماشي. حلوه 100 100. ايه الكلام؟ بجد هو دول ايه بقى دول؟ خدي بس تعالى. ايه الاخبار؟ بجد اديها كام من 10؟ 15 من 10 برضو؟ ماشي. وبعد ما شفتوا طريقه الحلويات اللي احنا عملناها ورد فعل اهلنا، ايه رايهم بقى؟ والله هم ايه قدام الكاميرا قاعد يقولوا حلوه حلوة، وتمام حلوة. ويطبلوا لنا. قفلنا الكاميرا من هنا قال لك ده ناقصه سكر، ده مش عارف الكريم شانتيه عامله ايه ولا الكريم عامله ايه. ليه؟ واحنا كنا ماشيين حلو. احنا كان المفروض ما نقفلش الكاميرا. يبقى كله قدام الكاميرا واللي يقول لك 15 من 10 واللي 11 من 10. حسونا ان احنا شيفات حلويات ايه. وزوزو بقى اتغرت في نفسها قالت لك بس انا كده تمام. انا هفتح محل حلويات شرقي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بس قبل ما نقفل لازم نقول لكم على اجابه السؤال اللي فات. اللي ما يعرفش ان احنا في فلوجادان بننزل سؤال والفيديو اللي بعده هنحط اسماء الناس اللي جاوبت صح. بالظبط. فاجابه السؤال اللي فات كانت عباره عن ايه يا زوزو؟ ان حاسه الشم عند الثعبان في لسانه. بالظبط كده. انا الثعبان. كان معانا الفايزين في الفيديو اللي فات، هنحط لكم اسمائهم هنحط بقى لكم دلوقتي. اساميهم دلوقتي. سؤالنا بتاع الفيديو النهارده، ايه الحاجه اللي موجوده في السماء ولو حطينا لها حرف تبقى موجوده في الارض؟ كارو، وهنستنى اجاباتكم. انا حليته على طول. خدت شويه. لا انت خدت حليتوش شويه. اصلا. لا ما حليتوش. في الاخر برضه ما عرفتوش يعني. ايوه. بس فايه الحاجه اللي موجوده في السماء ولو حطينا لها حرف تبقى موجوده في الارض؟ سيبوا بقى كومنتاتكم تحت. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. وقبل ما نقفل ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو، سبسكرايب للتشانل عشان عايزين نوصل 10,000 سبسكرايبر. وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم في فيديو جديد. عديلة. مبروك يا صاحبي، الف مبروك. الله يبارك فيك. والله نورتنا الحبه دول. انت كمان الله والله. يخليك. يلا باي.